أصحابنا ما فيش عندهم هذا الكلام. ردع بقيفة على أبو صالح، احنا من قيفة من على أبو صالح، بس أصحابنا ما فيش عندهم هذا الترنجاي والخيم ما بش. حتى احنا نصير نخيم ونجمع لنا مشايخ اليمن والجن والإنس ونصير نخيم ما بش. احنا معانا البندوق حقنا ننتفها ونسير ندخل للسجن نخرجه عرض ولا طول ونقرح راسه. شوف ايش حصل في القضية هذيك، قتلوا اثنين من الحوته وعاد زادوا خلوا الحكم طلع في خلال 24 ساعة وبعد اسبوعين قاس السوق او بعد شهر. بس السلاح عزمة رجال، انتم متواطئين كلكم، انتم كلكم يعني ما بش يعني فيكم حزمة رجل واحد ما بش. ما بالله يعني جالسين تخيموا لكم ومن صالة لا صالة وهدرة وكل يوم قرار. يا اخي ما ينفعش ما ينفعش. من ابوه الحوثي هذا ما هو شيء ولا هو شيء، الشيء رزق ما يداوي العنف الا العنف. انتم مسالمين زياده على اللزوم، هو اتخذها يعني فرصه لانكم مسالمين. صنعاء ما بتنشي من الساده، بنوها اصحاب الشعر ورداء وبعدان ومن كل مكان. من دي عمرها الحوثي والله ما يفعل حتى محرس حقيقات. بس انتم متوانين مسالمين زياده على اللزوم. صحيح. ولا اقسم بالله العظيم ما تقطعوا الطريق هناك زي ما قالت المراه هذيك بنت الشيخ يحتجزوا على حوالتها الفتالين. تقطعوا الطريق بس مجرد ما تقطعوا الطريق على طول تسقطوا تسقط نهائيا. لو سقطت خلى بعدها هو يجي يطالب فيكم، هو يجي يترجاكم عشان انتم ترجوا. ما فيش فائده والله معلومات تسوا تحصدوه ولا يفعل لكم بيه. جالسين يعطفوا القبائل والرجال في صنعاء ويمكنك يعني خلهم بس يدوموا انفسهم من صاله لا صاله يومين 3 ايام اسبوع بيزحفوا. هو لا حق عنف، لا يمكن يتجاوب مع القبائل ابدا ابدا، لا يمكن. هذا لا حق عنف. اسمعوا الكلام سلك على الطريق وبس وشوف بعد الرد ايش بيقع. بيجي من داخل صنعاء يترجوكم ولا عند الجزمات حقكم. لكن هكذا شهادة الجسود دوموا قدامهم من صالة لا صالة لل70 لا غيره والله ما يفعل لكم ولا اي شيء. وانا طاحسه من جيز القضايا كلهم اولاد حرام. درعوا راس كم من شيخ. هذا الشيخ امير راجح يعني للان محبوس على اساس انه يتكلم كلمتين تحية الجمهورية اليمنية. كم من شيخ سار من عندنا ومن عندكم، بس انتم الصراحة زيادة على اللزوم. اديتوا لهم فرصة تمددوا، دخلوا في الشعب دوي، دخلوا في المواطنين، دخلوا في المشايخ، كل ساعة يفعلوا نثرة يقرحوا ناس واحد ويجزعوها. الحين بيقولوا خلوهم يخيموا نص الشهر بيزحفوا. هذا لا يشتغل عنف، غير العنف ما بش عنف ما يداوي العنف الا العنف. كلام رجال. انا بكر لابس سيدي نسلم عليهم يقعارهم. انتم حق يقتلوه اذا شيء عنده غلط به دولة. الدولة تحمي المواطن، ما تقتله شيء وتجزع. هم يمثلوا دولة؟ لا ما يمثلوش دولة، يمثلوا عصابة. اقتله ويجزع عصابة. الطلاق لو حصلت في ردع وقتلوا شيخ هكذا، شيخ محنك هكذا شبعة بوقه بنطجة من شارع لا شارع، قسما بالله العظيم لا يفعلوا لهم ثورة في ردع، لا يذبحوهم سائل كلاب. أنتم متواطئين كلكم يا هذيك المناطق، كلكم خواثين من شق وطرف. قسما بالله ما تستقضوا ولا تفعلوا أي حاجة، جريمة. كان ظلين داري في صنعاء يا رجال تعود طريق وليكوا عارم فيه خله ينزل عند الجزمة. أصحاب قيفة وردع عفاريت، أنتم أكثر مننا بكثير. لو تلتموا أسقطوا اليمن، بس يعني بتخافوا يا رياض. ردع كلهم عفاريت يعشقوا الموت ما يعشقوا الحياة.